في أرض كانت النعام هي اللي بتحكمها. كل الناس كانت مؤمنة إن أي مشكلة ممكن تتحل بمجرد ما يدفنوا راسهم في الأرض. كانوا فاكرين إن ده أسلوب أجدادهم واتنقل لهم جيل بعد جيل. وفي يوم الرئيس صدم البلد لما أعلن عن دراسة جديدة لعالم بتقول إن النعام زمان عمره ما كان بيدفن راسه خالص، لا من خوف ولا فرح ولا وقت الخطر. علشان يمنع البلد إنها تكمل عايشة على الكذبة دي، الرئيس عمل قانون يمنع النعام من دفن راسهم. ومع تطبيق القانون النعام اتلخبط وخاف وابتدوا يشكوا في معتقداتهم. بعضهم حاول ينسى قلقه بالسكر، ومع زيادة الضغط المجتمع ابتدى يتفكك وطلعت مظاهرات في كل مكان. لما الرئيس شاف الفوضى عمل اجتماع طوارئ واستدعى العالم يسأله عن بحثه. فضلوا يطلعوا أعذار ويتكلموا عن خطورة إن النعام يسيب راسه مكشوفة ويقارنوهم بحيوانات تانية. ساعتها العالم فهم الحقيقة، هم مش قادرين يستحملوا الفوضى وعايزين يخبوا اكتشافه. زي ما كان متوقع صدر قانون جديد يسمح للنعام يدفن راسه تاني. وقت التصويت كل نعامة دفنت راسها، حتى الرئيس نفسه. العالم حس بإحباط كبير، لكن لما خرج شاف الناس فرحانين علشان رجعوا يدفنوا راسهم. الناس غالبا بتفضل الكذبة الحلوة على الحقيقة الصعبة.